السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. عندك بقى كنافه كده في الفريزر بقى شايلاها كده ومكسله تعمليها؟ تعالى اقولك بقى نعمل كنافه يا جماعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد مش هتاخد وقت منك خالص وطعمها حكايه. وعايزه اقول لكم كمان احنا بقى في الصيف فهتتاكل ساقعه فطعمها تحفه تحفه تحفه. وعايزه اقول لكم طريقتها بسيطه جدا. انا الكنافه دي كانت عندي في الفريزر وكنت عايزه اعملها صينيه، وبعد كده قلت لا انا هعملها بطريقه تانية خالص. بجد طريقتها جميله، دي بيسموها كنافه الفور سيزون. بس عايزه اقول لكم بجد طعمها حلو وخفيفه وما بتاخدش سمنه كتير خالص ولا شربات خالص خالص. وعايزه اقول لكم بجد طعمها جميل وتبقى ساقعه كده. تاني وصفة معايا النهاردة هعمل ايه؟ البسبوسة. يعني انا النهاردة جايبه لكم وصفتين بطريقة مختلفة. هنعمل بسبوسة وهنعمل الكنافة وشكلهم حلو جدا. عايزة اقول لكم بجد الكنافة لو عندك بقى عزومة او ضيف جالك فجأة ممكن تعمليها بالشكل ده. لو رايحة مناسبة عند حد ممكن تاخدي تعملي البسبوسة والكنافة وتاخديهم كده في علبتين. بجد شكلهم حلو جدا جدا. بصوا الكنافه يا جماعه جميله والكريمه فيها تحفه. والروزتات اللي انا عاملاها ثابته كده رغم ان الجو حر. فعايزه اقول لكم بجد طريقتها جميله تحفه، عجبتني جدا. يعني انا هعمل كنافه كده على طول يعني. بجد حلوه جدا وخفيفه كده تاكليها مش تقيله خالص خالص. تاني وصفة بقى هعملها معاكم البسبوسة. بسبوسة كنافة معاها بسبوسة. عايزة اقول لكم انا ما كنتش يعني كنت هعملها من غير اي حاجة، بس هي طلعت بالشكل ده. تحسوا يا جماعة ان الشكل ده وش كده، هي طلعت كده بعد ما خلصتها. ما كنتش يعني عايزة اعملها كده بس هي طلعت كده. بجد طعمها جميل جدا وشكلها حلو، تقدري تعمليها برضو لو رايحة عندي حد او جالك ضيف. تقدري تغيري، اهم حاجة ان البسبوسة تطلع معاكي مرملة وتبقى طريه. هقولك على نجاح البسبوسه ازاي ما تطلعش وحشه منك، لان في ناس كتير بتطلع منهم ناشفه. او بتبقى كده يعني بتبقى غريبه يعني. لا انا هقولك البسبوسه ازاي تطلع معاكي مرمله وحلوه. بصوا وانا بقطع البسبوسه معاكم، بصوا جميله جميله طريه وحلوه جدا. والحروف كده عايزه اقول لكم كده مستويه. يعني بجد بجد الكنافة كانت حلوة والبسبوسة بجد طعمها جميل جدا. بصوا كمان انا هوريكم البسبوسة ازاي طرية ومرملة. طبعا بجد طريقتها جميلة. بجد جربوا الوصفتين دول حلوين قوي مع شوية الحاجات اللي انت حطاهم دول. لو مش عايزة مفيش مشكلة، بس انا يعني ايه قلت تغيير في الشكل. بصوا البسبوسة طرية ازاي، بصوا بعملها مرملة ازاي. بصوا تحس ان هي تورتايه مش بسبوسه ولا كنافه، يعني تحسوا شكلها تورتايه. بصوا بقى البسبوسه يا جماعه مرمله وطريه وحلوه جدا. بجد بجد جربوا الوصفتين دول هيعجبوكوا جدا. الجو حر وبجد الوصفتين حلوين وخفاف كده. انا ما يعني بجد ما خدوش مني وقت وفي نفس الوقت طعمهم كان جميل جدا. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملنا ايه الكنافه الفور سيزون والبسبوسه الجامده دي ازاي. اول حاجه كان عندي ربع كيلو من الكنافه او حوالي 300 جرام. طبعا من الفريزر كسرتها كده. بعد كده هعمل بقى الكريمه. عندي كوبايه من الميه بتلج، عليها نص كوبايه سكر بودره، وكوبايه من الكريم جانتيه، وعليها نص كوبايه من الباستر كريم. لو مش عايزه تحطي الباستر كريم مفيش مشكله، يبقى كوبايه ونص من الكريمه. عايزه اقول لكم ان الكريمه ما تزودوش ميه كتير، لان احنا طبعا في فصل الصيف فالكريمه هتسيح منك، فخلي الميه تبقى قليله شويه. مش زي ما بتعمليها في الشتاء. تمام. بصوا انا عملتها متماسكه زي الكريمه، حلوه جدا. انا هنا جبت الكنافه حمرتها في السمنه. وبعد ما حمرتها ما حطيتش عليها سكر بودره خالص. انا حطيت عليها يعني حوالي مثلا ربع كوبايه من الشربات بس، شربات الكنافه التقيل. هنا صوص الفراوله، انا جبت الفراوله وحطيت عليها 3 معالق من السكر وسبتها تغلي على النار. كان عندي فراوله في الفريزر. تاني حاجه بقى هنعمل البسبوسه. طبعا البسبوسه ما ينفعش تشتغلي فيها، بتسيبيها حوالي ساعتين 3. جبت نص كوبايه من السمنه، عليهم معلقتين من دقيق السميد، وحطيت عليهم كيس فانيليا. تمام. وطبعا قلبتها مع بعض كده، وادخل بقى الدقيق السميد في السمنه كويس جدا. طبعا انا هنا ولا هحط لبن ولا هحط طبعا بيكنج باودر ولا الكلام ده خالص. انا هحط كوبايه زبادي بس، وابدا ان انا اقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم البسبوسه بتطلع جميله جدا، يعني بتبسيها كده. ماشي. بعد كده جبت الصينيه
مقاس 24. عايزه اقول لكم ان جيت دهنت ورقه زبده، حطيت ورقه زبده عشان لما اجي اقلبها اعرف انها تتقلب معايا كويس. بيكون الفرن عندي سخن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، ما بتاخدش تلت ساعه، وبعد كده بشغل عليها الشوايه لمده دقيقه. بسم الله ما شاء الله طلعت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الشربات عندي سخن، كوبايتين من السكر عادي، عليها كوبايتين من الميه وعصره ليمونه وفانيليا، ويكون الشربات سخن والبسبوسه سخنه، ودي خطوه مهمه جدا، يعني الاتنين لازم يكونوا سخنين. طيب عايزه اقول لكم ما تشتغلوش في البسبوسه، لو هتعملوا فيها حاجه ما تشتغلوش فيها على طول، سيبوها، يعني سيبوها ساعتين 3. بصوا كل ما بتشرب الشربات كده البسبوسه معاكي ناجحه جدا جدا. هي كوبايتين الميه عليهم كوبايتين السكر، هم خدوا بالظبط صينيه البسبوسه. جبت بقى القالب ده كده بيتباع عند مستلزمات الحلويات، جبته كده في 4 اماكن، يعني مش عارفه 4 ايه، ما علينا. جبته بقى وبدات احط فيه طبقه الكنافه. طبعا بحط طبقه من الكنافه وبحط عليها طبقه من الكريمه، وزي ما قلت لك لو انت مش عايزه تحطي بس الكريم يبقى كوبايه ونص كريم جانتيه. تمام. بصوا بقى الجمال، حطي بقى طبقه كده كويسه من الكريمه عشان تبقى حلوه كده. بعد كده احط طبقه من الكنافه تاني، وطبعا ال4 فتحات دول هعمل فيهم نفس الكلام، طبقه من الكنافه وعليها طبقه من الكريمه وبعد كده طبقه من الكنافه. واهم حاجه ان انت تسويها وانت بتعمليها. بصوا يا جماعه الحاجه بجد في البيت بيبقى ليها طعم تاني خالص. عامله حاجه بايدك ضامنه نظافتها. الخطوه التانية طبعا ارخص من بره بكتير، وفي نفس الوقت ممكن يكون الفينش او الحاجه مش زي بره، بس الطعم هو هو، ويمكن كمان بتاعه البيت بتبقى احلى. تمام. بس كده. طبعا انا بعد ما بخلصها بحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق، طبعا الجو حر، عشان اعرف اشتغل فيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البسبوسه احنا سيبناها غطيناها وسيبناها طبعا عشان ترتاح خالص، وبعد كده ابدا ان انا اشتغل فيها عشان اعرف اقلبها. هنا بعد ما خلصت الكنافه، تمام، هدهن بقى بعد ما خلصت كده احط برضو طبقه من الكريمه. وبعد كده بقى عندك بقى صوص كراميل، فراوله، مانجا، كريمه. عايزه تسيبيها بالكريمه بس وتحطي عليها شويه حاجات كده، عندك شوكليت شيبس، عندك سبرينجل، عندك كريسبي، مش عايزه تحطي حاجه، دي حاجه ترجعلك. انا هنا عملت صوص الفراوله زي ما قلت لكم. جبت الفراوله وحطيت عليها 3 معالق من السكر وعصره ليمونه وسبتها تغلي على النار، وبعد كده لما بردت عملتها. وكان عندي مانجا في الفريزر انا عصرتها، بس طبعا من غير ولا نقطه ميه عشان تبقى يعني تبقى تقيله كده المانجا زي ما انتم شايفينها. وكان عندي نوتيلا كده في التلاجة مركونه بقالها كتير، فقلت استغلها، فروحت عملتها كده في كيس وحطيتها كده في ميه سخنه فساحت. فانا عملتها خطوط كده اشكال. تمام. عندك شوكولاته، صوص شوكولاته ممكن تحطي، يعني بصي الذوق ده بتاعك انتي. مش تلتزمي بحاجه، يعني انتي براحتك، عايزه تعملي ايه في حدود امكانياتك اعمليه. انا عشان كان متوفر عندي الحاجات دي بصراحه ما رضيتش اشتري يعني حاجه تاني، ولا بقى صوص كراميل ولا الكلام ده ولا الحاجات اللي بتعمل عليها. فانا الموجود عندي انا عملته. وكان عندي اوريو حطيته، وجيت عند الفراوله عملت روزتات كده بالكريمه. وعايزه اقول لكم بجد الكريمه كانت جامده جدا. وكان عندي يعني ايه، يعني بجد الاوريو كان طعمه جميل جدا مع يعني النوتيلا، كانوا عاملين شكل حلو يعني. وكان عندي كريز اخضر حطيته مع المانجا يدي لون كده. فكل حاجه عملت لها لون، يعني حطيت مع الفراوله، حطيت معاه الكريمه، حطيت مع النوتيلا، حطيت مع الاوريو، حطيت مع المانجا، حطيت الكريز الاخضر، يعني كل حاجه وليها لونها كده. بس طلعت شكلها حلو جدا وبجد طعمها جميل. هنا بقى البسبوسه انا سبتها 4 ساعات ارتاحت عشان اعرف اقلبها. وطبعا لما جيت قلبتها طبعا كنت خايفه جدا لا ما تتقلبش طبعا، بس ما شاء الله اتقلبت واستوت حلو جدا. جيت بقى قلبتها طبعا تاني. البسبوسه عايزه اقول لكم طريه جدا زي ما انتم شايفين. بجد اعملوا البسبوسه بالطريقه دي هتنجح معاكي. اوعي تحطي بيكنج باودر في البسبوسه لان هو بسبب فشل البسبوسه. جبت بقى كريمه كده، وكان عندي شويه صوص فراوله حطيتها. هنا بقى كانت خلاص بقى بالليل خالص متاخر، وما كانش في وقت ان انزل اشتري حاجه، يعني كنت لازم اخلص الفيديو خلاص تصوير. فالحاجات اللي موجوده بصراحه استخدمتها. كان عندي بقى شويه كريمه كده عملتهم روزتات، بقيت الشوكولاته كان عندي صوص شوكولاته كده في التلاجة كان موجود، وكان عندي شويه سوداني انا فرمتهم. فيعني بصراحه استخدمت الحاجات اللي موجوده عندي.
ولان الوقت كان متاخر وانا بصور وما كانش في حد فاتح، فانا بصراحه شفت ايه اللي موجود عندي وعملته. يعني ما التزمتش ان انا لازم اشتري حاجات معينه او اكلف نفسي، ايه اللي موجود عندك اعمليه. بس هو تغيير، عايزه تسيبي البسبوسه وتعمليها كده مفيش مشكله براحتك، بس تغيير في الشكل بصراحه. وكمان الكريمه مع الصوص الشوكولاته والفراوله كان طعمها جامد جدا. بصوا بقى، عملت كده روزيتات، وكان عندي كريسبي صغير الفسفوري، وحطيت حته شوكولاته كده، وعملت بقى اللي زي ما انتم شايفينها كده، بجد كان شكلها حلو جدا. وكان عندي بقى الكريز الاخضر بقى، حطيت كده هو الشكل طلع كده، انا ما كنتش قصدي اعمل وش، بس هو في الاخر الشكل طلع كده، يعني مناخير وبق كده، فكانت جامده جدا. وبصوا يا جماعه البسبوسه طريه جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله مع اكلات ماما زوزو. بس استنوا، ما تنسونيش.